بُص، أنا عارف إنك ممكن تكون متلخبط، ومش بس عشان الدكتور لسه قايل لك إنك عندك سُكّري، لكن علشان من أول لحظة كل حاجة حواليك بقت سريعة ومتلخبطة ومخيفة. الناس بتقول لك ده مرض العصر عادي، وناس تانية تقول لك خلّي بالك ده بيجيب كل الأمراض، وأنت واقف في النُص حاسس إن جسمك بقى غريب، وإنك دخلت في حاجة مش عارف هتخرج منها إزاي. بس اسمعني من واحد شاف الآلاف في نفس موقفك، وشاف اللي بيغرق منهم وشاف اللي بيعوم وبيعوم كويس كمان. السكر مش نهاية ومش بداية لمعاناة، السكر إشارة من الجسم بيقولك أنا محتاجك تبصلي شوية، تهتم بيا شوية، تسمعني. وده مش ضعف، ده نداء، وده النداء اللي أنا هنا عشان أساعدك تسمعه صح. أول حاجة، ما تتخضش من فكرة مرض مزمن. كل الناس بتتخض، أنا عارف، بس خليني أقولك حاجة محدش بيقولها. السكر مش شخصيتك الجديدة، يعني أنت مش مكتوب على وشك مريض سكري، ومش لازم يغيّر كل حاجة فيك، هو مجرد جزء من جسمك ومن حياتك. في ناس بتتعب أكتر من التشخيص مش من المرض نفسه. ليه؟ علشان دخلوا في دوّامة أنا بقيت مريض، طب وأنا هاعيش إزاي؟ طب والناس هتقول إيه؟ وكل دي أسئلة مفهومة بس مش مفيدة في الوقت الحالي. السؤال المفيد الوحيد، أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي يساعدني أعيش بذكاء وأحافظ على صحتي وحياتي اليومية على المدى البعيد. أنت مش مطالب إنك تبقى خبير تغذية ولا دكتور ولا تقرأ 100 مقالة كل يوم عن السكر. كل اللي محتاجه إنك تفهم جسمك وتفهم دواك وتفهم أكلك وتفهم مشاعرك. أيوه مشاعرك، لإن كتير من اللي بيتعب مريض السُكّري مش السُكّر نَفْسه، لكن الضغط والتوتُّر واللوم والخوف، وكل ده مش هينفع تشتغل عليه لوحدك ولا هينفع تتجاهله. وخلّيني أقول لك حاجة كمان، في ناس بقى لها 15 سَنة عايشة بمرض السُكّر وعايشة كويس جدًا، بتسافر وبتشتغل وبتضحك وبتاكل كمان كل اللي بتحبه، بس الفرق إنّهم اختاروا إن هم يفهموا جسمهم بدل ما يعادوه. أنا مش جاي أقول لك وصفة سحرية تعالج لك مرض السُكّر، ولا هاقول لك تمشي على نظام مثالي بنسبة 100%، ولا هاخوّفك من المضاعفات في كل جملة. أنا جاي أقول لك ابدأ بهدوء وبمراعاة لجسمك، ابدأ بخطوات صغيرة، افهم تحاليلك، افهم العلاج بتاعك بيشتغل إزاي، افهم إمتى تقيس السكر، وخلّيك عارف إن ما حدش بيقدر يلتزم بحاجة بنسبة 100%. هاقول لك على حاجة غريبة شوية بس لازم تتقال. ناس كتير فاكرة إن السيطرة على السكر معناها أرقام مثالية، بس الحقيقة إن السيطرة الحقيقية مش في التحليل، السيطرة في إنك تفهم أنت فين ورايح على فين، وقدرتك تتصرف إزاي مع التغيرات. يعني لو جيت يوم وقست السكر لقيته عالي، هل معنى كده إنك فشلت؟ لأ خالص. في سؤالين أهم من الرقم، أنا فاهم ليه الرقم ده طلع وهتصرف إزاي علشان ما يتكررش تاني. لو فهمت السبب وسمحت لنفسك إنك تتعامل من غير جلد الذات، أنت كده مش بس مريض واعي، أنت شريك في رحلة علاج، مش بس متفرج على اللي بيحصل. تعالوا نبدأ من الأول. أنت النهاردة لسه سامع التشخيص من الدكتور، في حاجات كتير جدًا بتتقلب جواك. أنا واشمعنى أنا؟ وهل حياتي هتتغير؟ يعني خلاص بقيت مريض مزمن، هاعيش إزاي؟ هاكل إزاي؟ هاقول لمين؟ وأنا مش جاي أهوّن عليك، أنا جاي أقول لك إن كل ده طبيعي جدًا، بس في فرق بين الخوف وبين اللي بنعمله بعد الخوف. اللي هيكمل ويعيش حياة متوازنة مش اللي ما خافش، لأ ده اللي قال أنا خايف بس هابدأ أفهم وأتصرف. فتعالوا نفهم السكر صح. السكر بيجي لما الجسم يوقف شغل بكفاءة مع الأنسولين. الأنسولين ده عامل زي المفتاح بيدخل السكر جوه الخلايا عشان الخلايا تحوله لطاقة وتشتغل. لما المفاتيح دي تبقى قليلة أو الأبواب مش بتفتح كويس، السكر بيفضل يلف في الدم مش عارف يدخل للخلايا. مشكلتنا مع السكر كعنصر، المشكلة لما السكر يفضل عالي باستمرار في الدم بيبتدي يأذي حاجات حساسة في الجسم زي العين والكلى والأعصاب والقلب والدورة الدموية. بس الحلو إنك تقدر تسيطر عليه بالعلاج وبالأكل وبالحركة وبالوعي. التعامل مع الأكل مش لازم يبقى حرب. أكتر حاجة بتقلق الناس بعد التشخيص السكر هي هاكل إيه وهعيش محروم ولا لأ. وأنا هنا علشان أقولك لأ، الموضوع مش حرمان، الموضوع تنظيم. ابدأ بأبسط حاجة، قسم أكلك على مدار اليوم، ما تاكلش وجبة كبيرة مرة واحدة، خلي النشويات اللي هي الرز والعيش والمكرونة مع البروتين في نفس الوقت مش لوحدها. كل بهدوء وخد وقتك في المضغ، واشرب مية بكميات كويسة، ومش ضروري تجوع نفسك وتحسسها بالحرمان، علشان ده هيقلب بمفعول عكسي، وهتلاقي نفسك رجعت تاكل أكتر من الأول. في يوم من الأيام هتلاقي نفسك بتعرف تعمل الاختيارات الصح والمناسبة لحالتك،
من غير ما تحس، مش علشان الحاجات دي بالنسبة لك ممنوعة، لكن علشان جسمك بيقول لك أنا مبسوط ومرتاح كده. المتابعة مش رفاهية، دي أمان بالنسبة لك. في ناس بتقول لك أنا مشيت على الدوا وبقيت كويس، مش لازم أروح للدكتور كل شوية. بس الحقيقة المتابعة هي اللي بتخلي اللي كويس يفضل كويس. المتابعة مش بس للسكر نفسه، لكن علشان نراقب الكلى وشبكية العين والأعصاب وضغط الدم والدهون. وده كله بنشوفه بتحاليل بسيطة وكشف سريع عند الدكتور، بس بيطمنك إنك ماشي على الطريق الصح. الناس اللي حواليك بيساعدوك ولا بيتعبوك أكتر؟ من أكتر الحاجات اللي بتتعب مريض السكر مش المرض نفسه، الناس اللي حواليه. واحد بيقولك خالي خد العشبة دي أو المكمل الغذائي ده وبطل الدواء. واحد تاني يقولك انت ليه تاخد دواء اصلا، ما تخف بشكل طبيعي، ولا انت ارادتك ضعيفة ولا ايه؟ ساعتها لازم تاخد الكلام من هنا وتطلعه من الناحية التانية، لان انت لوحدك اللي شايف يومك عامل ازاي، وشايف وجعك، وشايف السكر بيعلى امتى وبيثبت امتى. اسمع اللي يقولك الحاجات دي من باب المحبة، بس ما تاخدش نصيحة على انها اوامر، ولا تصدق اي حد بيتكلم. واختار تتابع مين بعقلك مش بالعاطفة. لو لخبطت في الأكل وكان عندك عزومة، ولا كنت مكتئب شوية بالليل وطلعته في الأكل، كل الناس بتلخبط. في أيام السكر هيعلى حتى لو عامل كل حاجة صح، وفي أيام جسمك هيتصرف لوحده، وده عادي جدا وطبيعي جدا. طيب لو لقيت السكر عالي جدا تعمل إيه؟ اشرب مية، اتحرك شوية، خليك متابع النسبة بتاعتك، وتواصل مع دكتورك لو الموضوع استمر. طيب لو حسيت بدوخة أو رعشة، افحص السكر فورا، ولو واطي خد حاجة مسكرة بسيطة وسريعة، وارجع قيس السكر بعد شوية. والمهم انك ما تسيبش اي موقف يعدي من غير ما تتعلم منه. كل مرة بتواجه موقف دي مش هزيمة، ده تدريب عشان تتعلم بعد كده تعمل ايه. طب لو حسيت انك تعبت نفسيا، الجانب النفسي من المرض المزمن بيتم اهماله بشكل كبير جدا، مع انه حاجة مهمة وبتأثر على التزامك بالعلاج، وبتأثر في طاقتك للتعامل معاه وفي استجابة جسمك للعلاج. طبيعي تتعب نفسيا. المرض المزمن مش بس في الجسم، ده بيسحب النفسية معاه كمان. ممكن تحس إنك بقيت عبء على اللي حواليك، أو إنك مربوط بأدوية وتحاليل، أو إنك مش عايز تشغل الناس بمشكلتك. بس خليني أقولك إن السكر أو المرض عموما مش بيمس كرامتك، ومش معناه إنك تقف في مكانك. بالعكس، أنا ياما شفت مرضى سكري في الستينات ربنا يعطيهم الصحة، وجسمهم وطاقتهم أحسن من أغلب الناس اللي مش عندهم أي أمراض. وإيه اللي خلاهم كده؟ هو مرض السكر برضه. كده أنا اتكلمت بشيء من التفصيل عن الجانب النفسي لمرض السكر، وجاوبت على أغلب الأسئلة اللي بتيجي في بال مريض السكري، وخصوصا حديث العهد بالمرض. ولو عندك أسئلة تانية قولها لي في الكومنتات، وما تتكسفش أبدا إنك تطلب المساعدة، سواء من دكتور نفسي أو حتى من صديق بيسمعك بجد. تعالوا بقى ننقل للأجزاء الأهم والعملية أكتر. بس قبل ما ننقل لها، تعالى أقولك سريعا الحاجات اللي محدش بيقولها غالبا، بس انت محتاج تعرفها. واحد، السكر مش نوع واحد، وكل مريض مختلف عن التاني، وفي ناس كتير عندهم مقاومة انسولين بس لسه ما وصلوش للسكري الفعلي. اتنين، الأدوية مش زي بعضها، يعني ممكن دواء يشتغل معاك ومع غيرك لأ. والمفاجأة بقى إن استجابة جسم كل شخص للعلاج مختلفة عن التاني، يعني ممكن يبقى علاج قوي جدا وبيجيب نتائج كويسة مع الناس، وتيجي تستخدمه انت تلاقيه ما جابش معاك نتيجة كويسة. ثلاثة، ممكن تلاقي نفسك في لحظة محتاج إبر إنسولين حتى لو أنت مريض سكري من النوع التاني، وده مش معناه إنك فشلت، ده معناه إن جسمك بيطلب دعم أكتر زي أي مرحلة في أي مرض. أربعة، السكر بيأثر على الأعصاب الجنسية، وده مش عيب تتكلم فيه. كل ما فهمت بدري كل ما التصرف كان أسهل، والحلول موجودة ومش عيب. بالعكس، ضروري جدا تشوف إيه اللي هيخليك تمارس حياتك بشكل طبيعي وتعمله. خمسة، مريض السكر لازم عينه يتكشف عليها بانتظام، ما تستناش لما يحصل مشكلة، ممكن نمنعها من قبل ما تحصل. لازم تتابع مستوى الدهون والكوليسترول والكبد وضغط الدم، مش بس السكر. ولو عايز تعرف أسرار التغذية لمريض السكر وكمان لإنقاص الوزن مع نظام غذائي كامل بتفاصيل الوجبات، كل ده هتلاقيه مجانا في الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو تابعني وفعل الجرس، عشان هنزل كل أسبوع فيديو فيه نصايح مخصوصة لمريض السكر، من أول العناية بالجانب النفسي لمرض السكر، وشرح التحاليل الطبية والمكملات الغذائية المناسبة، لحد تطلب إيه من المطعم أو في العزومة لو هتاكل بره.